بما إننا عملنا قبل كده كذا وصفة من وصفات كنتاكي، عملنا الأرز المبهر سوا وعملنا الفرايد تشيكن وعملنا الستريبس. النهارده هنكمل بقية وصفات كنتاكي وهعمل معاكم سلطة الكولسلو. أول حاجة هبدأ بيها إن احنا نجهز الخضار. معايا واحدة كرنب حجمها يكون صغير. هنقطعها ازاي؟ ممكن نقطعها بالسكينة قطع صغيرة جدا، أو ممكن نستخدم المبشرة إن احنا نبشرها، أو ممكن نستخدم الكبة زي ما أنا هعمل كده. أول حاجة هعملها إن أنا هقطع الكرنباية نصين، وهشيل الجزء الراس بتاعها الناشف ده مش هستخدمه. بعد كده هقطعها أجزاء صغيرة علشان يسهل عليا الفرم في الكبة. وده شكلها، ما فرمناهاش ناعم بزيادة قوي ولا خشن قوي، حجمها وسط زي الحجم بتاع كنتاكي بالظبط. هبشر كمان جزرايه يكون حجمها صغير، لانه اساس السلطه بتاعه الكولسلو انه الكرنب يبقى كتير والجزر هو اللي يبقى قليل. هضيفهم على الكرنب واقلبهم مع بعض كويس جدا. لو انتم بتحبوا طعم البصل ممكن نضيف معلقتين بصل مبشورين. وبكده خليط الخضروات جاهز للاستخدام. هنبدأ بقى نجهز الصوص. في بولة هحط نص كوباية مايونيز، ما يعادل 5 معالق كبار مايونيز. هنضيف عليهم ربع كوباية زبادي، ما يعادل معلقتين كبار زبادي. تلت كوباية سكر مطحون، يعني 3 معالق كبار سكر. ربع كوباية لبن، معلقتين ونص كبار عصير ليمون، معلقة ونص كبار خل، رشة فلفل اسود، وربع معلقة ملح. وبعد ما خلصت الصوص اللي انا هستخدمه، هنبدأ نضيفه على الكرنب ونقلبهم كويس جدا. نصيحة بقى، ما ينفعش خالص نعمل الكولسلو وناكله على طول. لازم نسيبه في التلاجة على الأقل 3 ساعات، علشان الكرنب يكون امتص كل النكهات اللي موجودة في الصوص، علشان كمان الكرنب واحنا بناكله يكون لاين استوى يعني، ما يبقاش ناشف واحنا بناكله. وبكده نكون خلصنا وصفة الكولسلو النهاردة. أتمنى إنها تكون نالت إعجابكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتس. باي باي.